الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام، قاطعا للخصام شافيا للسقام، مرهما للأوهام، فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم والجادة الواضحة التي من سلكها. والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا يتناول تاريخية اللغة العربية في العالم وبالأخص منطقة القرن الإفريقي وإريتريا. وما زلنا مع مقال جذور صراع اللغة العربية في إيران، وتحدث هذا الرجل عن وثيقة مشؤومة تسمى نحن وأهدافنا، أي باللغة التجريجية نحن وعلمنان، يعني وأهدافنا. ويقول: ونظرا للخلاف حول إجازة أي من التوصيتين فقد كان يتم تأجيل البت في الأمر. دائما في قضية اللغة العربية في البرلمان تؤجل الجلسات إلى أجل آخر. فيقول: عن طريق التصويت من يوم لآخر، ثم جرى نقاش حاد في القضية في الجلسة 32 المنعقد يوم 11 يونيو 52 1900. لقد قال أوائل المتحدثين وهو النزمتاش والدي يوهانس، هذا الرجل قال أن معظم الدول يستخدم لغة واحدة وعلما واحدا وسلطة واحدة، وبما أنه لا يوجد في إريتريا من لا يجيد التجرينية لتكن التجرينية اللغة الرسمية، لا يوجد من لا يجيد التجرينية، يعني الناس كلها تتكلم التجرينية لتكون التجرينية هي اللغة الرسمية. وكما قلنا هذه اللغة التجرينية هي لغة عربية جيزية سبئية تكتب بحرف المسند السبئي الحميري. ونظرا لأن اللغة العربية هي لغة دين، هذا هو مبررهم، وإذا التجرينية هي لغة دين يقرأ بها الإنجيل في الكنائس والمعابد النصرانية، وهي لا ينبغي أن تستخدم في المعاملات الرسمية. هي كانت تستخدم قبل الأربعينيات، كانت تستخدم في المعاملات الرسمية بين الشعب الإريتري والدول الأخرى. وكرد مباشر على هذا الكلام رد عليه شخص هو برهانو أحمد الدين من دائرة جزا برهانو أسمرة: ما دام الأمر كذلك، قال له، فلتكن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وحدها. إذن هذا صراع، هذا يقول التجرينية لوحدها وهذا يقول التجرينية اللغة العربية، وهذا الصراع نتج عن هدم الحقوق. لماذا لا تكون لغة تجرينية أو نترك اللغة التجرينية واللغة العربية ونأتي بلغة لا تنتمي للأديان؟ فهكذا حتى اللغة الإنجليزية والفرنسية هي لغة دين، الناس تتعبد بها يعني. وبقرد تقديم صورة متكاملة عما جرى في ذلك، بعد ذلك فإننا نقدم ملخصا للنقاشات التي تمت على ألسنة قائليها يعني في ذاك الوقت، ونوردها فيما يلي حسب الترتيب الذي جاء عليه. أولا، ناصر أبو بكر باشا، الرابطة الإسلامية الكولوجزاي،
ويقول اللغة العربية لغة قديمة وتتداولها دول كثيرة، أما التجرينيا فهي لغة المرتفعات الإريترية ونحن نستخدمها كلغة تواصل. يعني الآن كما قلت، هذا الشخص الذي يتعلم بالتجرينيا حينما يقابل مطار أسمرة ويأتي إلى الدول العربية يلتفت يمنة ويسرى، لأن الجوار العربي هو لم يأخذ لغتهم، وكذلك أقرب شيء هو الجوار العربي السوداني. فأول ما يأتي الشخص إلى الحدود الشرقية للسودان يجد صعوبة بأن يتواصل مع السودانيين. فإذا وهذا يقول برضو حزب أندلنت، يقول اسمه كوفلوم، يقول هو من حزب أندلنت مع إثيوبيا وهو من أكولوجزاي، يقول جاءت اللغة العربية مسحوبة بالدين، واللغة التجرينية بماذا جاءت؟ فهذا كله جدال عقيم. لتكن التجرينية اللغة الرسمية، ولكن بما أننا سندخل في علاقات فيدرالية مع إثيوبيا لتكن الأمهرية، اللغة الأمهرية هي اللغة الثانية، يعني اللغة التجرينية ثم اللغة الأمهرية. وبعد ذلك ألقت إثيوبيا الفيدرالية وألقت اللغة العربية واللغة التجرينية وفردت لغتها الأمهرية. وهي الأمهرية كذلك هي من اللغات الحبشية العربية السبئية. ويقول هذا يعني أن نستخدم التجرينية في الداخلية والأمهرية في الشؤون الفيدرالية، لنستخدم اللغة التجرينية في شؤوننا الداخلية والأمهرية في الشؤون الفيدرالية، لنستخدم اللغة العربية لفترة محدودة، وذلك حتى يتعلم إخوتنا تجرينية. يعني والآن فرضوها على الناس، كل الشارع الآن في إريتريا يتكلم التجرينية، ولكن لم يتنازلوا عن دينهم، تعلموا التجرينية وفاقوا، ولكن سبحان الله يعني رد كيدهم في نحرهم، فكانوا هؤلاء الشباب الذين تعلموا التجرينية الآن صاروا سهام لهم في الخارج في عبر التواصل الاجتماعي، نقاش باللغة التجرينية، يناقشون ويكافحون من أجل الإسلام. وهذا تخلي هيمانوت الحزب الديمقراطي يقول أكولوجزاي من أكولوجزاي أن آراء الشعب حول هذا الأمر متباينة. هذا طبعا ديمقراطي يعني. لنقرأ المادة كما جاءت في المسودة، وليس كل إريتري يجيد العربية والتجرينية. طبعا ده كلام وسط يعني عشان هو ديمقراطي. أما تدلي باريو يقول هو رئيس الجمعية حماسين، هو من منطقة حماسين، رغم أن الشعب ينقسم إلى ديانتين على أعضاء الجمعية أن يكونوا موحدين، أن الانقسام داخل الجمعية ستترتب عليه نتائج سيئة داخل الشعب. نعم. وأما هذا الشيخ رحمه الله محمد عمر أكيتو، وهو كذلك من حزب الديمقراطي في دنكاليا، ما يسمى الآن عصب أو العفر، المناطق العفرية، قال لا أتفق مع الرأي القائل بأن النقاشات مع الشعب حول هذا الأمر لم تنتهي. لقد قال الشعب رأيه. أجيزت المادة كما جاءت عليه في المسودة، فإن ذلك يعني أن تعيش إريتريا حالة هرج ومرج دون توجد لغتان التجرينية والعربية، لنقبل الاثنتين. هذا كان رأيه. أما إمباي هابتي وهذا حزب أندلنت من منطقة كرن. حزب أندلنت هو حزب الوحدة مع إثيوبيا، وما زال هذا الحزب موجودا حتى الآن، ويريد ويحلم أن ينضم إلى أهله في إثيوبيا مرة أخرى، تنضم إريتريا إلى إثيوبيا، ولكن الله أراد غير ذلك، فنشبت حروب بينهما، فاختصموا وتقاتلوا وتباعدوا. لنترك الخلافات يقول الدينية جانبا، ولنقلب مصلحة الشعب
لقد وضعت مسودة الدستور بالإنجليزية والعربية والتجرينية ب3 لغات، لذلك لتكن العربية والتجرينية اللغتين الرسميتين. رغم أنه هذا من حزب أندنت، لكن قال الحقيقة أنه اللغتان العربية والتجرينية هي اللغتين الرسمية لتكن كذلك، فإن اللغات الأخرى يستخدمها الشعب في معاملاته اليومية مع الدوائر الحكومية. أما الشيخ القاضي علي عمر الحزب الديمقراطي الكوليكزاي ليست العربية قال أكثر قربا من التجرينية، فأصول اللغتين يمنية. هذا الكلام الذي نقوله، اللغة العربية والتجرينية والتجري والأمهرية هي لغات يمنية. قال مفوض الأمم المتحدة في نقاشاته الجماهيرية أن اللغتين تثبتان وكان ينبغي له أن يتبنى ذلك في المسودة، وإذا أريد إضافة الإنجليزية والإيطالية إلى جانب التجرينية والعربية فأنا لا أعارض ذلك، يعني برضو يعني تبقى في البرلمان 4 لغات. هذا لم يحصل، فإذا هذه هي هو يقول هكذا الشيخ علي عمر القاضي علي عمر، هو من حزب الديمقراطي من الكوليكزاي. ليست العربية أكثر قربة من التجرينية، فأصول اللغتين يمنية. أما ديمتروس جبري مريم وهو من حزب الوحدة أندنت منطقة سراية أو إقليم سراية، إن اللغة الرئيسية هي التجرينية، وإذا كان لا بد من إضافة لغة أخرى لتكن هذه اللغة التجري. أما اللغة العربية فهي لغة دين وتكون لها مكانتها في هذا الأساس في المسجد فقط. حتى في المسجد لم تترك الآن. فمارتين سو هذا يقول إن هذه هي إحدى النقاط المثيرة للجدل، وهذا ما دعاني لأن أكون حذرا في صياغة مادة الدستور. وأنا الآن ألاحظ داخل الجمعية خلافات مماثلة، ينبغي أن يكون الدستور عنصر وحدة، أن يكون الدستور عنصر وحدة، ليست المسألة مسألة صياغة للقانون، إنما أن يؤدي القانون إلى الوفاق. وما دامت رغبة قطاع واسع هي أن تصبح اللغة العربية لغة رسمية، فالأفضل هو قبول حل توفيقي له. وبما أن هذا الدستور يحاول أن يوفق بين مصالح متباينة فإنه أصبح مثيرا للجدل. لذلك فإنني مدفوعا بروح الوفاق أقبل التعديل القائل بأن تصبح اللغتين التجرينية والعربية لغتين رسميتين. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية. وما زلنا في مقال أو ورقة علمية تحت عنوان جذور صراع اللغة العربية في إريتريا، وتوقفنا في كلام هذا الرجل البريطاني مارتين سو. يقول إن هذه هي إحدى النقاط المثيرة للجدل، ثنائية اللغتين في إريتريا، وهذا ما دعاني لأن أكون حذرا في صياغة المادة. وأنا الآن ألاحظ داخل الجمعية خلافات مماثلة، ينبغي أن يكون الدستور عنصر وحدة
ليست المسألة مسألة سياقة القانون، إنما أن يؤدي القانون إلى الوفاق. وما دامت رغبة قطاع كبير هي أن تصبح اللغة العربية لغة رسمية، فالأفضل هو قبول حل توفيقي. وبما أن هذا الدستور يحاول أن يوفق بين مصالح متباينة فإنه أصبح مثير للجدل. لذلك فإنني مدفوعا بروح الوفاق أقبل التعديل القائل بأن تصبح اللغتان التجرية والعربية رسميتين. لم يتخذ في تلك الجلسة قرارا، انفضت الجلسة ورفعت الجلسة لتنعقد في اليوم التالي. وفي جلسة اليوم الثاني تحدث عضو حزب الوحدة مع إثيوبيا إنذنت بلاتا دمساس ولد ميكائيل من دائرة أبشاول في أسمرة، هي منطقة أو حي اسمه أبشاول في أسمرة. فعندما قال بأنه لا ينبغي الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بدا الأمر على إثره وكأنه عاد إلى المربع الأول. في الجلسة الثانية يعني يقول الأمر على إثره بدأ الأمر على إثره وكأنه عاد إلى المربع الأول في الجلسة الأولى. لذلك وفجأة قام الدمشداش برهي أسبروم عضو الحزب الديمقراطي أكولوجزاي فاقترح رفع الجلسة لفترة قصيرة، وذلك كي يتمكن الأعضاء من إجراء مشاورات غير رسمية فيما بينهم، ورفعت الجلسة. هذا كله في الأربعينات أو في الخمسينات من القرن الماضي. ثم التأمت الجلسة من جديد وتحدث بلاتا دمساس الذي كان قد اعترض على اللغة العربية، فبعد أن أوضح أنه يتحدث باسم كثير من أعضاء الجمعية أضاف أنه لكي يطمئن الأعضاء ويسود الوفاق بينهم فإنهم يؤيدون إقرار اللغتين، ما في طريقة. المسلمون لم يتنازلوا لأن هذه هويتهم وهذه لغة قرآن، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة الإسلام وهكذا. فأقر بذلك أن تكون اللغتين ويسود الوفاق بينهم فإنهم يؤيدون إقرار اللغتين العربية والتجرية لغتين رسميتين. وثناه الدمشداش برهي ثم قدم المادة 39 المدل للتصويت. فإذا اعترفوا بأن تكون اللغة العربية واللغة التجرية لغتان رسميتان، وأجيزت بأغلبية الأصوات. وحملت المادة 39 في المسودة رقم 38 في الدستور وقرئت على النحو: ألف، التجرية والعربية هما اللغتان الرسميتان لأريتريا. هذا الدستور. في 2 تماشيا مع العرف الراسخ في إريتريا يسمح باستعمال اللغات التي تتكلمها وتكتبها فئات الشعب المختلفة في إريتريا، لغة الأم يقصدون، في التعامل مع السلطات العامة، وكذلك في الأغراض الدينية والتربوية، وفي كل أشكال التعبير عن الأفكار. يقول صاحب المقال: بهذه الطريقة إذن أمكن اللغتين التجرية أن تصبحا في العهد الفيدرالي لغتين لإريتريا الرسمتين، لغتي إريتريا الرسميتين. وثمة نقطة ذات أهمية في هذا المجال: لقد حدث الاتفاق على أن اللغة العربية بعد أن تحدث في الأمر الدمشداش برهي وآخرون من جانب، وبلاتا دمساس وآخرون من جانب آخر خارج الجلسات الرسمية الجمعية. أما فكيف تم الاتفاق فهذا هو ما سيتضح في الفقرة التالية الخاصة بممثل رئيس الحكومة في ذلك الوقت،
فيدرالية إريتريا مع إثيوبيا. هكذا تأليف ألم سجد، هذا ألم سجد كتب بالتجرينيا، ترجمه إبراهيم دريستوتيل باللغة العربية، وهذا الكتاب موجود ونشر في المركز القومي للترجمة في القاهرة إشراف جابر عصفور سنة 2009. ترجمه هذا الكتاب المناضل إبراهيم دريستوتيل، وما زال قابعا في سجون الحكومة حتى الآن. فإذا هذه وثيقة سجلت بالتجرينيا وبالعربية. يقول: لقد لاحظنا فيما سبق أن الاتفاق الذي أبرمه ديمستاش برهي أسبروم خارج جلسات الجمعية هو الذي أدى إلى حل الخلافات حول اللغات الرسمية. أن عضو الجمعية عمر أكيتو يشرح النقاش الذي جرى خارج الجلسة على النحو الآتي: كنا قد قررنا من جانبنا أن نقاطع جلسات الجمعية ونترك كل شيء إذا لم يقبلوا اللغة العربية. هكذا كانوا رجال رحمهم الله، تركوا تاريخا ناصعا مثل البياض. وكنا منذ البداية نرفض ممثل للأمبراطورية في إريتريا، ومالتيسو هذا ممثل للأمبراطورية الإريترية في الاتحاد الفيدرالي الذي كان بين إريتريا وإثيوبيا. قال: وقد أصبحت القضيتان تدريجيا متقابلتين، ثم بدأوا يقولون لنا اقبلوا ممثل الأمبراطورية لنقبل اللغة العربية. شوف يعني ده حزب الإندنت إنه يقبلوا ممثل إثيوبيا والإمبراطور هيلي سلاسي لنقبل اللغة العربية، يعني زي ما يقولوا هذا بهذا. لقد تحدثنا كثيرا خارج الجلسة، وفي الأخير قلنا إذا كان هذا هو قدرنا فإننا نقبل ممثل الأمبراطور، وذلك من أجل شعبنا ووحدتنا. هكذا كان المسلمون يحافظون على وحدة الشعب ووحدة إريتريا، وقبلوا بدورهم اللغة العربية. إيش هذا؟ يعني يا إما تقبلوا بهذا ونحن نقبل بهذا، يعني باللغة العربية. أما إن ما تم اتفاق عليه في الفترة الاستراحة خارج الجلسة وما كان قد تم التوصل إليه قبل ذلك، وبخلاف ما قاله بلاتا دمساس أمام الجمعية بعد العودة من فترة الاستراحة بأن تصبح التجرينيا والعربية لغتين رسميتين، فإننا لم نعثر على معلومات تفصيلية عن تلك الجلسة. هذا المؤلف ألم سجد في كتابه الذي ترجمه الأستاذ المناضل إبراهيم دريستوتيل. يقول مستشار الإمبراطور هيلي سلاسي الأمريكي جون سبينرز إنه أمكن وجود ممثل للإمبراطورية في إريتريا لقبول الحكومة الإثيوبية اللغتين التجرينية والعربية. وجود جيش إثيوبي ووجود علم لإريتريا، ويضيف أنه علاوة على ذلك فقد اعتبر وجود جيش إثيوبي لحماية وحدة الفيدرالية وللدفاع عنها أمرا مفروغا عنه. يعني يأتي الجيش الإثيوبي ليحمل الفيدرالية، بعد ذلك انقلب على الفيدرالية وضم إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا، وبذلك انطلقت الثورة الإريترية معارضة لهذا الانضمام. كتاب في صفحة 178 إلى 179 فيدرالية إريتريا مع إثيوبيا. هكذا ألم سجد كتب من 1991 إلى 1995. وجواب مبعوث الأمم المتحدة على وضع الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بتفسير قرار الأمم المتحدة حول مستقبل إريتريا. واللغة أو اللغات الرسمية في إريتريا باتت أن مسألة اللغة الرسمية هي إحدى أعوص الأمور التي أثيرت أثناء مشاورات المبعوث مع سكان إريتريا، ولكثرة إثارة الجدل
ولكثر وفي الواقع ترقب مقدمة القرار في أن ينضم الارتباط بين إريتريا وإثيوبيا لسكان إريتريا أعمق الاحترام. كان مخطط هناك لضم إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا وجعلها يعني المقاطعة الكم في ذلك، ويقول ومن خلال عمل المبعوث في إريتريا وجد أن اللغتين التجرينية والعربية راسختان وثابتتان في البلاد، وهو على وعي تام بأن التجرينية هي لغة الغالبية العظمى من السكان النصارى، وبأن اللغة العربية هي لغة الطقوس الدينية للمسلمين الذين يتكلم معظمهم التجرينية، لكن لا يستطيع تجاهل الرابطة الدينية للعربية، وهو واع إلى أن الميول الدينية هي عامل هام في هذه المرحلة. مشاهدي الأعزاء، استودعكم الله وألقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.